يا جماعة، النهاردة جاي أشارك معاكم تجربة غريبة جدا. إيه فكرة المواقع والتطبيقات اللي بتقولك اتفرج على فيديوهات وخد فلوس؟ يعني هل الموضوع حقيقي ولا نصب؟ وهل الفلوس أصلا تستاهل؟ أول جزء، إيه اللي بيحصل؟ دخلت فعلا على كذا موقع من اللي بتطلع لي في الإعلانات. المواقع دي بتقولك اتفرج على فيديو أو إعلان لمدة دقيقة أو دقيقتين، وفي الآخر يجيلك مقابلها سنتات أو نقاط تتحول بعد كده لفلوس. في البداية الموضوع كان شكله سهل جدا، تدخل تتفرج وخلاص. لكن لما جربت بجد لقيت إن العائد قليل جدا. يعني مثلا تتفرج على 10 فيديوهات علشان تجيب $0.50. تاني جزء، هل الموضوع نصب؟ الحقيقة في مواقع فعلا بتدفع، لكن الدفع قليل جدا ومش هتغنيك أو تبقى مصدر دخل أساسي. وفي مواقع تانية أصلا بتضيع وقتك وما بتدفعش. يعني لازم تكون فاهم إنك مش هتطلع منها بآلاف الجنيهات ولا حتى مئات. دي مجرد حاجة رمزية جدا. تجربتي العملية، أنا جربت أكتر من موقع لمدة أسبوع، لقيت في الآخر إن اللي جمعته تقريبا $1 أو $2 بالكاد. يعني لو تحسبها على الوقت اللي ضاع الموضوع مش مربح قوي. الخلاصة، هل فعلا الربح من مشاهدة الفيديوهات بيشتغل؟ بيشتغل، بس العائد ضعيف جدا وما ينفعش تعتمد عليه كمصدر دخل حقيقي. أنصحك تدور على طرق تانية على النت يكون فيها مجهود أكبر شوية، بس العائد هيكون أفضل بكتير. الختام، قولوا لي رأيكم في الموضوع ده. هل جربتوا المواقع دي قبل كده؟ ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب عشان يوصلكم كل جديد.